وانتوا قاعدين عليها برضو. دي كده انتوا دافعين ال5 جنيه او بتتمشوا. لكن لو حابين بقى حضراتكم تقعدوا هتشوفوا معايا في الفيديو كده في كراسي، في براجولا، في كمان هنا في شاطئ عروس الأبيض في حاجات كده اللي هي ورا دي هنرجع لها دلوقتي في الفيديو. وفي حاجات كمان على الشاطئ قدام، لان هما عروس الأبيض شاطئ كبير هتشوفوا كذا، يعني هصور لكم كذا مكان فيه. الاماكن الثالثه دي، الاماكن دي بتبقى اماكن مقفوله، يعني حاطين زي مثلا خيمه كده، هنقول خيمه بين كل قاعده والتانيه، يعني مقفوله من بدايتها ونهايتها خصوصيه. فلو حد بيحب كده اللي هو القعده اللي جنبه يمين وجنبه شمال مش شايفه، يحب يقعد في المكان ده. حابين تقعدوا في براجولا تمام، حابين تقعدوا في كراسي تمام. طب تمنهم ايه؟ تمنهم 4 كراسي شمسيه بيكون ب150 جنيه. واوقات السعر ده بيرتفع لو احنا مثلا الشاطئ زحمه جدا، او بيقل لو الشاطئ مثلا في شهر 5 ولسه بدايه الصيف ولسه بدايه الموسم، فبتلاقوا الشاطئ الفلوس دي قلت طبعا. فيديو زي اللي احنا حضراتكم ده بنصوروه، الفيديو ده بيكون متصور في الوقت الصبح بدري، ده كده الصبح بدري قوي، الشاطئ لسه فاضي. يعني لو استنيتوا مثلا لحد الساعه 12 الظهر كده، الساعه 1 بتلاقوا الشاطئ زحمه جدا، مفيش مكان، يعني هنلاقي الناس كلها زحمه في كل الاماكن. فعشان نصور لكم كل حاجه بنصور في وقت هادي شويه. لحد دلوقتي طبعا احنا في مطروح، رحنا شاطئ عجيبه، وشاطئ عجيبه وشاطئ سياحي حلو قوي. يعني انا رشحه لكم لو انتوا رايحين مطروح، ممكن ان انتوا تروحوا هناك، بس تروحوا من اول الساعه 10 عشان تلاقوا البازارات وتلاقوا الاماكن الكافيهات هناك مفتوحه، كبحر وكقعده وكمكان للسياحه ومكان للتصوير ومكان ان انتوا تبقوا للترفيه فيه، هيعجبكم. بعده رحنا شاطئ زمردة، شاطئ زمردة الأبيض بحره شبه بحر عروس الأبيض، طبعا كلهم ميه واحده وشاطئ واحد. وشواطئ مطروح باختلاف كل حاجه بقى موجوده، يعني كلها الميه بتاعتها لونها معروف ومعروف بصفائها وقد ايه هي الموجه بتاعتها مش موجه عاليه خالص. بس شواطئ الأبيض بيبقى عنهم حاجة تانية، يعني بيسموها مالديف مطروح، هي شواطئ الأبيض. فلو رايحين مطروح ولازم تروحوا أماكن معينة، زوروا عجيبة عن تجربة تحفة وجميلة. هتروحوا شاطئ من شواطئ الأبيض. لحد دلوقتي احنا زمردة وعروس الأبيض، لو هتروحوا سواء زمردة أو عروس الأبيض روحوا في يوم يكون البحر فيه مفهوش موجة، وحتى لو رحتوا في يوم فيه موجة هو الموجة بتاعته ضعيفة جدا، يعني بالنسبة لينا احنا كاسكندرية لا ده مش موجة خالص. بس انا بقول لكم في الطبيعي